السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده في الفيديو ده زي ما انتم شايفين في العنوان هيسيبوا الموضوع كله وهيمسكوا في المياه المفتوحة. اعمل نفسك ميت. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجتين بيلفتوا نظري. انا كمثلا متابعة بتابع اي واحدة مثلا، لو مثلا واحدة كاتبة عنوان شدني فبدخل افتح الفيديو واسمع الفيديو، بلاقيها مثلا واقفة بتغسل المواعين على الحوض وبتتكلم في موضوع مهم او بتحكي قصة مهمة جدا بتشدني. لو انا مثلا بعمل حاجة ممكن اخد التليفون ده معايا المطبخ مثلا واحط التليفون واسمع القصة، ما ببصش عليها بتغسل المواعين. بصراحة ممكن اقعد اسمع القصة واشوف اخرها هتخلص على ايه. بس اللي بيضايقني بقى ان الناس بتسيب الموضوع او القصة المهمة وتمسك في المياه المفتوحة. فين المية؟ اتقي الله، المية مفتوحة ان شاء الله مش هتلاقي المية دي، مش هنلاقي المية دي تاني. كل التعليقات عن المية، طب ما هي فاتحة المية وبتغسل مواعين، هي فاتحة المية وبتغسل المواعين، هتقفل المية ازاي وهي بتغسل مواعين؟ طب هي فاتحة الحنفية وحاطة الطبق وبتغسل وبتشطف وبتركن وتجيب غيره وهكذا، لا عايزينها وهي بتغسل الطبق تقفل وبعدين ترجع تفتح وتشطف وبعدين تقفل. انا عارفة ان المية دي نعمة من نعم ربنا وربنا يديمها علينا يا رب اللهم امين. عارفة كل الكلام ده كله، ان المية دي نعمة كبيرة 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 من نعم ربنا، لكن ما تسيبيش الموضوع المهم اللي صاحبة القناة بتتكلم فيه وتمسكي في المياه المفتوحة. المياه المفتوحة، طب والموضوع اللي هي بتتكلم فيه والقصة اللي هي بتحكيها؟ ما بشوفش تعليق واحد بيتكلم عن القصة اللي اتحكت او الموضوع المهم اللي اتقال في الفيديو، كله بيتكلم عن المياه. ليه ما نركزش في المحتوى؟ ليه مثلا ما نركزش في المحتوى اللي هو انا مثلا بتكلم في محتوى او فاتحه فيديو بتكلم مع الناس في حاجه؟ ليه ما تركزوش معايا؟ ليه تركزوا مثلا في صبعي، في الخاتم، في الطرحه؟ ليه مثلا بكون بعمل اكله تركزوا في الاكله اللي انا بعملها؟ ما تركزوش مثلا في الصينيه معوجة ولا فيها حتة سودة، في الطاسة كل الطاسة وحشة، الصينية وحشة. احنا اللي هناكل الاكل في الاخر مش انتوا. انتوا اللي ليكوا ان انتوا تتعلموا الطبخة اللي بتتعمل. انتي بتطلعي على اليوتيوب وناس كتيرة بتشوفك ولازم تكوني واجهة مشرفة، تبقي طالعة لابسة هدوم كويسة، تبقي طالعة لابسة طرحة كويسة، تبقي طالعة بتطبخي في حاجات نظيفة. طب افرضوا صاحبة القناة دي على قدها ما عندهاش مثلا غير اسدال او عباية هي اللي بتطلع بيها، مفيش الا طرحة واحدة هي اللي بتطلع بيها، ما عندهاش الامكانيات ان هي تشتري حاجات جديدة للمطبخ، هتعمل ايه يعني؟ هتموت نفسها؟ من فضلكم ركزوا في المحتوى والطبخة اللي بتتعمل، الوصفة اللي بتتعمل، الكلام المهم اللي بيتقال، القصة اللي بتتحكي. نركز بقى في المحتوى اللي بيتقدم لنا، تمام، وبلاش نركز في حاجات تانية. انا مثلا واحدة فاتحة قناة هتكلم في ايه؟ يا لو بعرف اطبخ هطبخ، ممكن نتكلم في مشاكل او نحكي حكايات او حوارات او حاجات ونقعد نرغي، يا هقدم وصفات، هعمل لك اكله مثلا اعلمها لك، ممكن تكوني مثلا بتعملي الاكله دي وشاطره فيها بس في تريكات انت مش عارفاها، ممكن واحده تقف على الحوض تغسل شويه مواعين تحكي لك قصه تحكي لك حكايه. ركزي في المحتوى، ركزي في الكلام اللي بيتقال يا حبيبتي، ركزي يا ماما، بلاش كده تقفلوش الواحد بقى. نيجي بقى للموضوع التاني اللي هو ايه؟ اعمل نفسك ميت. من فترة على اليوتيوب في واحد
داعم بدون ذكر اسماء قال كان فاتح لايف بالليل بيحتفل ان قناته مش عارفه وصلت 20,000 مشترك تقريبا، ولا معرفش كام 20,000 مشترك، وكان جايب تورتايه كبيره وبيحتفل هو واصحابه والناس المشتركين اللي كانوا موجودين، وكان فرحان ومبسوط جدا. تاني يوم بفتح اليوتيوب لقيته ميت. انا ماليش كلام معاه ولا عمري اتكلمت معاه، لكن اعرف ان هو داعم بيدعم الناس اللي هما القنوات اللي محتاجه دعم بيدعمهم، والناس الغلابه، وبيقف جنب ناس كتيره جدا محتاجه، وانا بحب جدا اللي بيساعد. يعني مثلا لو انت واحده بتساعدي ناس محتاجه وبتقفي جنب ناس محتاجه، لا انت بتكبري في نظري لدرجه ما تتخيليهاش. تمام. انا زعلت جدا واتضايقت جدا ونفسيتي تعبت، لكن كان جوايا احساس كده مش عارفه ان هو عايش ما ماتش. تمام. وكنت بدخل عند واحده برضو صاحبه قناه غلبانه قوي طيبه قوي، انا بحبها برضو، هو بيدعمها. كنت بدخل عندها وبقول لها ان هو ما ماتش، او مثلا ان شاء الله مش هيطلع ميت، لان هي كانت مقهوره عليه. طلع بعد فترة ان هو عايش وبيشوف غلاوته عند الناس، وعرف فعلا عدوه من حبيبه. بس وجع قلب ناس وقهر ناس، وكان ممكن يجلط ناس، كان ممكن يموت ناس، كان ممكن يجيب الامراض او السكر لناس من الزعل مثلا، لان في ناس كتيره زعلت عليه وناس فضلت تعيط. واحده زي اللي بقول لكم ان انا دخلت قناتها دي اللي هو بيدعمها، ست غلبانه جدا جدا جدا، كانت بتعيط عليه وكان قلبها محروق عليه. دي ممكن كان بعد الشر يحصل لها حاجه، لكن هي فرحت جدا 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 لما لقته عايش. هي بتعتبره زي ابنها. لكن انا عايزه اقول لكم ان انا كنت معاه وكنت ضده. كنت معاه في ايه؟ كنت معاه في ان هو عرف مين عدوه ومين حبيبه على حياة عينه وهو عايش. عرف مين اللي بيحبه وعرف مين اللي بيكرهه، عرف مين اللي بيحبه بجد من قلبه، وعرف مين اللي بيحبه عشان مصلحة. وكنت ضده في ان ناس كتيرة جدا كانت ممكن يحصل لها اي حاجة من الزعل بسببه. فانا عايزاكم برضو تشاركوني تحت في الكومنتات، هل انتم مع ولا ضد ان واحد بيطلع على نفسه ان هو مات ويجي بعد فتره يقول ان هو عايش وبشوف غلاوتي عند الناس دي؟ انتوا مع او ولا ضد الموضوع ده؟ وكمان الموضوع اللي اتكلمنا فيه في الاول بتاع ان هو التركيز في المحتوى، انتوا مع ولا ضد؟ يعني انتوا كناس برضو متابعين او عندكم قنوات بتحبوا تتابعوا المحتوى للمحتوى وتسمعوا الفيديو للاخر، ولا بتبقوا مركزين في حاجات تانية ملهاش علاقة بالفيديو اللي انتوا داخلين عشانه؟ هستنى تعليقاتكم تحت الفيديو، وان شاء الله باذن الله تكونوا بتستفادوا من الرغي اللي ملوش لازمة اللي انا بقوله ده. تمام. يلا لايك وشير، وعايزاكم تعملوا لي اشتراك في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان كل فيديو انا بنزله يوصل لكم. الاشعارات دي عملت لي عقدة في القناة التانية القديمة. بس هو ده اللي انا طالباه منكم، وقولوا لي مبروك عشان انا نزل لي منتدى على القناه، نزل لي الحمد لله منتدى. عقبال يا رب يا رب يا رب ما اخلص الشروط بتاعه القناه، الشروط كلها، والقناه تتفعل باذن الله. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، وسلام عليكم.